شادين السلخ على عمرو دياب، وازاي يضرب الولا بالقلم، وازاي وراجل مشهور وليك معجبين وليك محبين. يعني ايه يعني؟ مش بني ادم. واحد طلع على الستيج، طلب يتصور معاه، الراجل واقف وواضح في الفيديو ان هو يتصور معاه، الولا عمل حركه مش باينه مش ظاهره، وتقريبا الولا كان قاصد يعمل ده عشان يعمل ترند، لان عمرو دياب يعني عمرو دياب يعني فخامه الاسم تكفي. بعيدا بقى عن اني بحبه وبحب اسمع له، بس عمرو دياب عشان نكون واقعيين يعني، فمش هيبقى عايز يعمل ترند، واكيد هو مش عايز الناس تزعل منه، لا هو برضه مش عايز يخسر جمهور. فطبيعي اللي طلع من عمرو دياب ده او اللي ظهر من عمرو دياب ده مجرد رد فعل تلقائي من بني ادم، بعيدا بقى عن الشهره والنجم، هو لحم ودم زينا بشر يعني، هو بيتصور مع اي حد. لكن انت طالع بتقرصه وبتشده شده مش حلوه كده قدام الناس، الراجل حاسس فيها باهانه، ما ينفعش. بعد اذن حضرتك هتصور معاك، مع ان هو ملوش لازمه، انت احسن من اي حد، بس ما دام انت وافقت انك تحط نفسك في وضع زي ده، استحمل يا يا لا، ما دام انت قابل انك تحط نفسك في القالب ده. لكن انك انت تطلع بكل ادب اتصور معاك، تعال اتصور معاك، مش عايز اتصور معاك خلاص انت حر. لكن انك انت تقوم شده الشده دي، طبيعي جدا يديك 100 قلم على وشك، لان دي اسمها قله ادب. فانا شايف كل اللي لاحظ ان في حمله ممنهجه على عمرو دياب، والولا اصلا شكله بكس وماشي عمال يلف ويتصور مع ده ويتصور مع ده ويتصور مع ده. انا لو حد شدني من الهدوم كده او قرصني او عمل معايا حركه انا حسيت فيها باستقلال، هديله 100 قلم على وشه، وده حقي كبني ادم بقى، بعيدا عن الشهره والنجوميه وان انا عمرو دياب او ايا كان مين. ففي حاجه اسمها ادب واحترام. بعد اذن حضرتك اتصور معاك، لا خلاص. لكن اطلع يعني عمرو دياب يا جماعه مش محتاج شغل يعني، عمرو دياب. لكن الولد طالع شكله قاصد ده عشان يعمل ترند ويبقى محمد بتاع الكشري اتنين، وده يتصور معاه وده ياخده يوديه قصر الكبابجي والتاني يطلعه عمره وتصور جنب الكعبه احسن. يعني انا ايه السفه ده وايه الهطل اللي احنا فيه ده؟ ماله عمرو دياب عمل ايه؟ ما هو بني ادم زي اي بني ادم، بعيدا بقى عن شخصيته، طريقه لبسه، عاداته وتقاليده مش هنتكلم فيها. احنا دلوقتي بنتكلم على عمرو دياب الانسان اللي هو زيك وزيي. ما ينفعش اطلع استقل بالراجل واقوم شده زي دي، مش حلوه لاي بني ادم عموما، مش هيقبلها. فالواد ده بكس وشكله بكس، وانا شايف ان احنا يعني ان عمرو دياب ما غلطش، عمرو دياب ما غلطش بصراحه. السلام عليكم.